النهارده الحلقه مميزه جدا من قدام بيت عبد الحليم. هنطلع شقه عبد الحليم وندخل في حاجات كتيره خاصه بعبد الحليم، حصريه لقناه اعز الناس. هو ايه اللي حصل في بيت عبد الحليم؟ وهل فعلا بيت عبد الحليم اتقفل ومش هيتفتح تاني ابدا؟ ازاي؟ وكان بيته مفتوح في الذكرى وفي غير الذكرى لكل الاحباب. النهارده في الفيديو ده هوضح لكم بالظبط بالتفصيل ايه اللي حصل في بيت عبد الحليم، وليه اهل عبد الحليم اعلنوا غضبهم الشديد وقرروا غلق المنزل. ده اللي هنعرفه النهارده في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم امل في اعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. الحقيقه كلها فرحت قوي بان فتح بيت عبد الحليم هيبقى يوميا، بس طبعا عشان الناس كتيره وجماهير عبد الحليم كتيره قوي وكل الناس عايزه تزور بيته، عملوا نظام للزياره. الاستاذ عبد الحليم شبانه وفتح صفحة عبد الحليم هاوس اللي كلنا كنا مشتركين فيها، وكان بينظم فيها دخول وخروج الناس، وكانت الناس فرحانة جدا وخدوا مواعيد. وناس كثيرة كمان كلمتني أنا من متابعين القناة شخصيا وقالوا لي إن هم خدوا ميعاد وهيروحوا يزوروا بيت عبد الحليم، كانوا فرحانين جدا. بعد كده جه خبر ان بيت عبد الحليم اغلق تماما ومش هيتفتح الا للاعلاميين او للاهل والاقارب بس، لكن للجماهير مش هيتفتح غير يوم الذكرى بس زي ما كان مقرر ايام اخت عبد الحليم وبنتها. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الناس للاسف ما قدروش الحاجه دي، ما قدروش تعب استاذ عبد الحليم ان هو عمل كده علشان يفرحهم وان هو يسعدهم. وناس كتيره جدا جدا بتحب تزور عبد الحليم، وهو نفسه قال طبعا ان هو لا عصر عبد الحليم ولا من عصر عبد الحليم ولا احنا كمان من عصر عبد الحليم، بس بنحبه قوي. فهو كان فرحان، بيقول حتى هو مش بيعتبر نفسه من قرايب عبد الحليم قد ما بيعتبر نفسه من محبي عبد الحليم، لانه بيقول الراجل ده فعلا ليه كاريزما طاغيه لحد دلوقتي 48 سنه وهو عايش في قلوب الناس، والناس لسه عايزه تزور بيته. فهو حب يخدم الناس اللي حباه قوي كده وعايزه تزور بيته، فعمل بدل يوم الذكرى، احنا كنا بنروح نزور بيت عبد الحليم يوم ذكرى وفاته بس، هو فتحه اكتر من كده وفرحان. يعني انا لما رحت بيت عبد الحليم اشهد للناس دي بانهم فعلا فرحانين بضيوف عبد الحليم، لكن لما نلاقيهم متضايقين او اتنرفزوا او غضبوا لحاجه فوق ارادتهم فوق طاقتهم، يعني انتوا بتحملوا الناس فوق طاقتها. طب الناس هتعمل ايه؟ انا دلوقتي فاتحه البيت عامله حسابي مثلا انه في عدد معين هيجي، العدد ده فاق كل التوقعات، بقى الافات بدل ما هو حاسب 300 ولا 200 في اول زياره خالص لك. وده التصوير من يوم الزيارة اللي قلت عليها، كانت شهر 12 2024. كانت الزيارة دي كانت صعبة جدا، الأعداد جت فوق توقعاتهم، وبرضو الجمهور اتضايق والناس اتضايقت، الناس اللي واقفة ما قدرتش تطلع. ولكن طب هم هيعملوا ايه؟ دي عمارة سكنية وكان فيها مشاكل والسكان برضو بيتضايقوا، يعني هم مش ذنبهم حاجة، فلازم احنا نقدر حاجة زي كده ونبقى عارفين ان ده مجهود كبير. لان زي ما انتم شايفين بصوا الاعداد كبيره جدا، وانا يومها ما عرفتش اطلع اصلا. كانت سنه 24 شهر 12 ما عرفناش ندخل، بس عادي يعني احنا فرحانين، الناس كتيره وزحمه وهم فعلا مش قادرين يدخلوا الناس. طيب جه بقى عمل نظام حلو قوي ويبقى الناس تاخد مواعيد، وقال اللي يكتب باسبقيه الكتابه، يعني انا عايز احجز بيت عبد الحليم بياخد ميعاد. حصل بقى ان في ناس للاسف تطاولت عليهم بقله ادب وبكلام وحش، علشان لمجرد ان هم بيدوا مواعيد متاخره، لمجرد ان هم كتبوا على الفيس ان هم عايزين يعملوا دخول بيت عبد الحليم باجر رمزي بسيط جدا، يعني لا يتعدى ال 50 جنيه. دلوقتي لكن رحت الزيارة اللي انا وريتها لكم وعملت ليها فيديو مخصوص، لكن بوريكم قد ايه البيت زي ما هو ومحافظين عليه واشكروا جدا، لان الحاجات فعلا كام سنة دلوقتي، شوف مين عنده حاجة اصلا في بيته باقية العمر ده. الحاجات متحافظ عليها جدا، مقصودة ان هم يحافظوا عليها، مقصودة ان هم يخلوا بالهم من كل حاجة خاصة في بيت عبد الحليم. الاساس جديد بيلمع، فشكرا طبعا ليهم قوي. 50 جنيه بس علشان الناس تقدر تحافظ على البيت ده تراث يعني. هم فعلا محافظين على البيت جدا. اوضه النوم زي ما هي، زي ما سبق عبد الحليم من 48 سنه، نفس السرير نفس الاوضه نفس الترتيب، حتى لما كانوا بيعيدوا مثلا تنظيف البيت او بياضه بنفس الالوان، بنفس ما كان عبد الحليم مختار.
48 سنه ما خدوش من حد جنيه، يعني هم برضو تعبانين ومش هيحطوا حاجه في جيبهم. انا تواصلت مع استاذ عبد الحليم وكلمته وقلت له يا استاذ عبد الحليم، ده الناس كانت فرحانه جدا بانها هتزور بيت عبد الحليم. فقال لي في ناس مش مقدره تعبي ولا مقدره مجهودي، انا هستفاد ايه لما انا اتعب نفسي يوميا واستقبل الناس؟ بالعكس انا مش مستفاد حاجه، انا بس عايزه افرح الناس. لكن للاسف الناس ما قدرتش ده. وطبعا انا قلت له السيئه فعلا بتعم والحسنه بتخص. الناس اللي بتحب عبد الحليم اكتر كتير من الناس دي، والمفروض ان احنا كنا يعني ما نهتمش بيهم. بس هو طبعا نفس صبره، لان الناس فعلا الموضوع خرج من ايده وقال خلاص انا هقفل الزياره اليوميه دي ومعلش، واعتذر لكل الناس اللي هي كانت حاجزه، وهيفتح البيت بس يوم 30 مارس، يوم ذكرى وفاه عبد الحليم. فوالله يعني احنا مقدرين كل جهوده، وكل الناس اللي بتحب عبد الحليم كانت واقفه معاه، وكلهم يعني اي قرار بياخدوه اهل عبد الحليم هم اصح بيه، لان هم اللي عايشين في البيت وهم اللي بيحافظوا عليه. وطلع عبد الحليم الشناوي وقال مبرراته ايه في قنوات كتيره جدا وفي صفحات كتيره، وقفل الصفحه تماما لانه تعب، وبرر ده بان الناس مش مقدره تعبه. وبرده تواصلوا مع استاذ محمد شبانه برضو ابن اخو عبد الحليم، وقال ان عبد الحليم غضب وزعل طبعا، لانه بيبذل مجهود كبير عشان يسعد الناس والناس مش مقدره ده. لكن بيت عبد الحليم هيفضل مفتوح لكل الجمهور في ذكرى الوفاه، وان هو كان اللي كان عامله ده كان عمل اجتهاد منه عشان يسعد الجماهير ويفرحها، لان اليوم الواحد مش بيكفي زياره كل الجماهير. فلما يكون في يوم واحد للزياره بيبقى الناس مقدسه قوي، مش كل الناس بتقدر تطلع. فهو كان عايز الناس اللي قدرت تطلع وتروح البيت الايام اللي فاتت او اللي جايه مش هيتكدسوا بقى يوم الذكرى ومش هيروحوا كلهم. لكن للاسف الناس ما ساعدتهوش، عشان كده هو قفل البيت وقال ان هو مش هيفتحه غير في يوم الذكرى. فالحقيقه احنا بنقول له احنا مقدرين كل مجهودك، وكل الناس اللي بتحب عبد الحليم مقدره كل مجهوداتكم ومحافظتكم على البيت. انا دخلت البيت جديد، البيت قاعد بيلمع، كل حاجه في مكانها ثابته. بجد بجد مجهود يشكر عليه كل اهل عبد الحليم، لانهم رمز الوفاء فعلا، لان حد غيرهم كان فعلا فرط في الحاجات دي وباعها بثمن غالي جدا، لكن هم مقدرين الثروه اللي في ايديهم انها لا تقدر بثمن يعني. فبصراحة احنا واقفين معاهم وجنبهم، واتمنى ان هم ما يكونوش زعلانين ومستائين من ناس ما تمثلش حاجة في محبة عبد الحليم، لان الناس اللي بتحب عبد الحليم مقدرة جدا جدا اهل عبد الحليم كمان، واقفين جنبهم ومش بيزعلوا منهم، بالعكس هم مقدرين تعبهم كويس قوي. فاتمنى ان انتوا تقولوا رايكم كمان، ومن خلال الصفحه هنا ومن خلال القناه تقدروا توصلوا في التعليقات صوتكم لصوت استاذ عبد الحليم واهل عبد الحليم كلهم، ان هم ما يزعلوش، وان هم معاهم في اي قرار ايجابي جدا لعبد الحليم هم معاهم فيه. وشكرا جدا على متابعتكم، واتمنى ان انتوا يكون عجبكم الفيديو وعملتوا فيه لايك، ومستنيه ارائكم في التعليقات. شكرا جدا على المتابعه.